من أكتر 100 كلمة مستخدمين في الإنجليزي بشكل يومي هنعرفهم النهاردة في الجزء الثالث في السلسلة دي. ولو فاكر أي كلمات من أول 2 فيديوز في السلسلة اكتبها لنا في الكومنتس. Number 1 laid back يعني ما فيهوش ضغط. That weekend was so laid back. الأجازة اللي فاتت دي كانت ما فيهاش ضغط أو هادية. Number 2 rip off يعني حاجة غالية جدا. The phone case was a rip off يعني الكفر بتاع التليفون كان غالي قوي. Number 3 piss off يعني يزعج شخص. I was so pissed off with the way they treated me يعني أنا كنت منزعج من الطريقة اللي عاملوني بيها. Number 4 couch potato يعني شخص كسول جدا. I'm such a couch potato on weekends يعني أنا شخص كسول جدا في الأجازات. لو حابب تعرف أكتر عن سلانج أو اللغة العامية المستخدمة في الإنجليزي بشكل يومي ابعت لنا على جو توكي وهنخليك تعمل ممارسة يومية للغتك في الوقت والمكان المناسبين ليك. Thank you.